اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. مستعجلين والجو حر وعايزين ناكل اكله حلوه وسريعه ونفسنا رايحه للحواوشي. طب لسه هنجيب عيش من الفرن ولا هنعمل عجين ولا ده ولا ده؟ هنعمل النهارده فكره حواوشي بسيطه وسهله، وكمان هنستخدم نوع عيش جديد. تعالوا نجربه مع بعض ونشوف النتيجه بتاعته. بس قبل ما نبدا الفيديو احب افكركم انا امنيه ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكوا فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا بسرعة، في نص ساعة هنكون عاملين احلى سندوتشات وحبة سلطة، وهنعمل صوص طحينة النهاردة ممتاز، وهتبقى النتيجة فوق الروعة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل الاكلة الحلوة مع بعض دي ازاي. اول هنا حاجه هجهزها نص كيلو من اللحمه المفرومه، سواء بقى انت هتفرميها في البيت هتجيبيها من الجزار، يا سلام لو فيها حته لحمه ملبسه كده هتبقى جميله. هنضيف لها ايه النهارده؟ انا استخدمت فول صويا خشن، ده بيكون شكله قبل النقع. اخدت بالظبط ربع كوبايه ناشفه، حطيت عليها حوالي نص كوبايه من الميه المغليه. اول ما طرى معايا صفيته كويس جدا ما يبقاش فيه نقطه ميه، وعلى الكبه فرمته وضفته للحمه المفرومه. هقول لكم دلوقتي احنا ضفناه ليه. يبقى حطيت نص كيلو من اللحمه المفرومه، حطيت معلقتين من الفول الصويا المنقوع والمتصفي والمفروم، وكمان فرمت بصلايه مع قرن فلفل حامي وضربتهم كويس في الكبه وصفيت ميتهم، واخدت التفل بس. والبهارات بتاعتي كانت معلقه كبيره من بهارات الحواوشي، بابريكا ملح وفلفل، وكمان ضفت معلقة صغيرة من النشا ونص معلقة من السبع بهارات، وضفت كمان معلقتين من الدهن المفروم، سواء ليا سواء دهن عندك انت مسيحاه. لو مفيش ممكن تضيفي معلقة سمنة، وممكن تستكفي بالدهون اللي في اللحمة. هخلط كله مع بعضه كده، وهنسيب اللحمة دي في التلاجة حوالي نص ساعة لحد ما نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. يلا نعمل صوص طحينة النهاردة مميز. جبت معلقتين من الطحينة الخام وضفت عليهم معلقه كبيره مليانه من المايونيز. لو ما عندكيش مايونيز برطمان زي حالاتي ممكن تستكفي بكيسين من المايونيز. ايه الجديد النهارده والمختلف؟ ضفت حوالي معلقه كبيره مليانه كده من الخيار المخلل المتقطع صغير، سواء الكبير وهنقطعه صغير، يا اما الخيار الصغير الجاهز ده ممكن نقطع منه. هنضيف رشه من الفلفل الاسود، معلقه واحده من الخل، ونخفف بميه دافيه. ولا هنضيف توم ولا هنضيف كمون، اكتر من الخيار والفلفل الاسود وشوية الخل، وبقى عندنا احلى صوص طحينة بالمايونيز. اوعدكم هيعجبكم جدا جدا ومختلف خالص عن صوص الطحينة اللي احنا متعودين عليه. استخدمنا ايه النهاردة الجديد؟ استخدمنا عيش اسمه عيش التورتيلا. العيش ده طعمه حلو جدا، لقمة كده غنية طعمها حلو، تحس ان داخلها لبن داخلها زبدة، حاجة كده طعمها غني وجميل. انا جبت كيس، وبعد كده بدأت في الحجم ده من العيش وفي الأكبر، بس أنا حبيت ان أنا أستخدم الحجم الصغير ده اللي هو قد الرغيف. جبت اللحمة المفرومة كده، وبناخد حوالي معلقتين ونوزعهم على نص الرغيف زي ما احنا شايفين، وبراحتك هنا وتلعبي بقى زي ما انت عاوزة. أنا ضفت جبنة موتزاريلا في واحد وفي واحد لأ، زي ما انت حابة، شوية زيتون اللي انت بتحبيه واللي انت بتفضليه. هنحط طبقة رقيقة من اللحمة، ونبدأ ان احنا نطوي الرغيف عشان نعمله نصين. مقلاية سخنة حطيت معلقتين من الزيت كده او السمنة اي مادة دهنية، وهنوزعهم وعلى نار هادية او متوسطة. ونخلي بالنا ان العيش اساسا مستوي، ما نخليهوش ياخد لون بسرعة ويتحمر قبل ما اللحمة تستوي، على نار هادية. وتفضل ايدنا فيه نقلب يمين وشمال ونضغط كده باي حاجة علشان نخلي اللحمة بتاعتنا تستوي ويوصل لها الحرارة. احنا مش بنحمص العيش بس، احنا كمان بنسوي اللحمة اللي نية جوه. ده كان شكله. عايزه اقول لكم ان العيش اصلا يتاكل حاف. شايفين العلب الصغيره الجميله دي؟ حطيت في واحده كده شويه خيار او مخلل مشكل، وصوص الطحينه المميز بالخيار المخلل كان خطير. حبه جرجير وحركات طماطميتين، حبه شيبس او تحمري بطاطس، وفي نص ساعه بالظبط كان عندنا احلى سندوتشات بعيش التورتيلا خطيره. طبعا مكان اللحمه المفرومه ممكن تعملي فراخ مفرومه، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. اللي تحبيه واللي تفضليه. ولا جبنا عيش من الفرن، ولا فتحنا الفرن في الحر ده، ولا عملنا عجين وخمرنا، ولا عملنا اي حاجه. عيش التورتيل ده بيتخزن في الفريزر، بيقعد معاكي بالشهر ما بيجرالوش اي حاجه، مجرد ما بتطلعيه وبتسيبيه على الرخامه 10 دقايق
بيرجع كأنك لسه جايباه طازة. ممكن مكان اللحمة أو أي لحوم ممكن نحط تشكيلة جبن بيبقى خطير. طب ولا تشكيلة جبن، ممكن نحط ايه كمان؟ ممكن نحط بطاطس مسلوقة ومهروسة بشوية بهارات وملح وفلفل وكبشة جبنة موتزاريلا كده، ونعمل نفس الطريقة ويبقى عندنا أحلى سندوتشات بطاطس نباتية اقتصادية وفي منتهى الجمال. شايفين شكل السندوتشات يجوع ازاي؟ ده اللي كان فيه الجبنة الموتزاريلا والزيتون وكان فيه السادة. نوعي وشكلي زي ما انت عاوزة، وفي الاخر هتعملي احلى سندوتشات طالما من ايديكي الحلوين. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. انا حبيت بس انقل لكم فكرة حواوشي من غير عيش، حواوشي من غير فرن، سريع بلقمة عيش جديدة. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب تجربوه ويعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، اسيبكم في امان الله. ما تنسوش الاشتراك. مع السلامة.